الطريقة السحرية اللي تخلي أي حنة نتيجتها عجيبة معاكي. طبعا الطريقة هذه سويتها وما شاء الله صارت يعني مشاهداتها مليونية، وطبقوها في العراق في مصر في كل مكان. طريقة ليلى الحويطي طبخ الحنة. بنات طبخ الحنة عجيب. شوفوا صغيرتي تساعدني، وي شوفوا كيف اللون تغير ما شاء الله. ما شاء الله. عجبك؟ إيه عجبني، أبي أسويها اليوم. أبشري. السر حق ماما تغير لونها فعلا يبدأ يتغير معاكم اللون كذا إذا طبختوا. وتدرون أنا قاعدة أساعدها عشان اليوم راح أحطه، وبكرة إحنا راح نسافر إن شاء الله، وبعدين راح يودوني أشتري ألعاب لأن خلاص تخرجت. أنا راح نروح الرياض مع عامر. ترى شباب البوم قصدها عامر. المهم طبخ الحنة يا بنات يخلي نتيجتها عجيبة. إذا جربتوا هالطريقة الحنة المطبوخة والله يا بنات تدمنونها. نعومة، لمعان، كثافة، وتطلع من الشعر بسرعة، ومن أول استخدام تلاحظين نتيجة عجيبة. تدرون إنه تتضاعف نتيجة الحنة إذا طبختوها على النار كذا. على فكرة ترى عندنا هذه الخلطة جاهزة في الموقع، عليها خصم جبار. اللي حابين ياخذونها جاهزة، يعني خصم أول مرة نسويه. ترى شوفوا ما شاء الله شعر بنتي بعد الحنة لا قوة إلا بالله. الحين بنحط لها حنة. الحين بش بنحط لك يا جنة؟ حنة. هذا هو هنا هذا. جنة قديش تحبين الحنة؟ قد يومين، لا قد كل اليوم. تحبين كل يوم تحطين حنة؟ إذا جنة تحط حنة انتوا شو عذركم؟ يلا بنات عناية قبل العيد لو سمحتوا، نبغى شعور تلفلف وتهفهف.